هو ال1000 مشاهدة فيها كام فلوس؟ كام ارباح؟ اه بص، ازاي تقدر ان انت تتخطى الحقوق بتاعة الطبع والنشر؟ في خد الكوبي رايت. لو في وقتنا الحالي ما اظنش هتاخد كوبي رايت. قول لي على اهم 5 عوامل لو اتقنتهم في ملخصات هتنجح 100%. انت جالك كام كوبي رايت وكام سترايك في الشانل بتاعك؟ في ممكن 50 مثلا حلقه. هل انت شخص بتحب تتفرج على ملخصات قبل ما كنت بتعمل ملخصات؟ لا كنتش بحب، لا. اهلا وسهلا بيكم في اولى حلقات بودكاست سينمائي. البودكاست ده بستضيف فيه ناس يوتيوبرز مهمين في المجال بتاعهم، ملخصات او ريفيوز او حاجات بالطريقه دي. بتكلم معاهم فيه عن الحاجات اللي تخص السينما واللي تخص محتواهم على اليوتيوب واللي تخص حاجات بالطريقه دي. فمعانا في اول حلقه صاحب قناه من اكبر القنوات في مصر والوطن العربي في ملخصات الافلام، صديقي جورج اشرف. اهلا بيك يا جورج. ازيك يا جابس، عامل زي ايه؟ الفل. انا الحمد لله، انا شرفتني اكون معاك النهارده. ده شرف ليا. انت عارف انا بيك فان ليك وبحب اشوف كل فيديوهاتك يعني. حبيبي يا صاحبي. حلو البوق ده. حلو قوي. النهارده هنتكلم في حاجات كتير، منهم الملخصات، اسئله كتير قوي بتراود دماغ اي حد عايز يخش في المجال او اي حد عايز يفهم بمعنى اصح اي حاجه في المجال ده، ازاي يتخطى حقوق الطبع والنشر او ازاي يعمل فيديو بصفه عامه. وبعد كده هنتكلم على رحله جورج في اليوتيوب وبدايته كانت عامله ازاي، وهنتكلم في الاخر على علاقته بالافلام وترشيحات افلام هو يقولها لنا. فنبتدي ونخش في الحلقه. اول حاجه انا حابب اعرف، هل انت شخص بتحب تتفرج على ملخصات قبل ما كنت بتعمل ملخصات؟ لا كنتش بحب، لا. جربت قبل كده، انا متعتي في الفيلم، في الفرجه على الفيلم اكتر. مش متعتي في الفرجه على الملخص. ممكن اتفرج على الملخص لو مثلا انا ناسي احداث 3 اجزاء جون ويك وفي جون ويك 4 نازل، فانا ناسي اللي حصل وممكن ما عنديش وقت اتفرج على ال3 اجزاء القدام، فانا ممكن اتفرج على 10 دقايق ملخص لكل جزء وافتكر اللي حصل. دي بتحصل ساعات لكن مش دايما. هقول لك بس كنت بتفرج برضو على ملخصات الكوميديه كان بيعملها محمد طيب، كانت لذيذه يعني عجباني. بس في شخص بغض النظر عن ذكر اسمه يعني انا ما بحبوش خالص، بيتكلم برضه ملخصات كوميديه وكذا، دمه تقيل، دمه بيتكلم عن صعب افلام أوي. هندي. بص انا مش متاكد، انا شفت له بيلخص- فيديوهين كنت هموت يعني خلاص مش بيلخص قادر. افلام هندي، عارف. اللي هو مساء الفل يا صديقي مش عارف. لا لذيذ على فكره، لا لذيذ. لا بعيد بعيد قوي. عايز اقول لك ده تقريبا انجح قناه ملخصات في العالم. في انجح العالم. انجح، مش على سبسكرايبرز لكن انجح. ازاي؟ لانه عنده كفيوز. عنده بيس فان كفيوز، بس عنده بيس فان رهيبه. اوكي لما الناس بيلخص اي حاجه عايزين هو اه يعني بيتفرجوا عليه هم هو حابين عشان. الشخص. مم. مفيش اي قناه تانية في العالم غير ممكن في ال50 شويه مم. حابين الشخص اللي هم بيتفرجوا عليه، حابين طريقته، حابين اسلوبه. ممكن يكون صوته عالي شويه وبتاع، بس لا هو حلو بصراحه. يعني انت عنده فان بيز كبيره قصدي يعني. عايز اقول لك ان اصلا انا مثلا قبل ما اعمل حلقه دور 16 او اي حاجه بالطريقه دي مش بشوف الفيلم كامل، او اغلب اصلا المراجعين بيعملوا الحوار ده. مش شرط ان هو يشوف فيلم كامل ويتفرجوا على ملخصات وحاجات يعني هو طبعا مش بيبقى شامل كل الدراما ومش بيبقوا شايفين الصوره كامله بصوره كبيره، بس بيبقوا ملمين بالاحداث وده اهم حاجه. انت فاهم؟ بص، الحته الفرجه على الملخصات هي مش بس ان انا ما بتفرجش على الفيلم فهشوف ملخص، هي مش بتمشي كده. هي الفكره ان انا ممكن اكون بحكي لك قصه وانا قاعد معاك، بحكي لك قصه حصلت معايا، ماشي، فانا بحكيها في فيلم، بحكي لك قصه الفيلم. وكمان الحلو في كده ان انا بحط مشاهد من فيلم، مشهد سينمائي، فالتجربه بتبقى كويسه. فهي الفكره ان انا بحكي لك قصه مش بس بلخص فيلم فانا بغنيك عن الفرجه عن الفيلم، لا هي بس كانها حدوته بتسمعها. وزي ما قلت لك برضو انت الجزء الثاني، عشان في ناس بتتفرج على الملخصات كانها قصه، في جزء من الناس بيتفرج انا عايز افتكر اللي حصل قبل كوبرا كاي الموسم السادس، انا عايز افتكر الحاجات اللي حصلت في المواسم اللي فاتت. بالمناسبه يا جماعه الشانل بتاعت جورج هسيبها في الديسكربشن، ملخص فوق ال 500 فيلم تقريبا. مش الدرجه دي برضه. ملخص افلام كتير جدا قوي، ممكن 50 تقريبا يعني. يعني فرق قوي. فملخص حاجات كتير جدا، وحرفيا ما بشوفش ملخصات، بس القناه بتاعت جورج انا لازم اشوفها ولازم اشوف الفيديو اول ما ينزل، فابقوا اعملوا سبسكرايب. القناه لذيذه قوي. في جزئيه من الناس بيتفرجوا على الملخصات كانها حدوته، مجرد حدوته بغض النظر ايه الفيلم اللي شغال، فيلم هندي، فيلم مصري، فيلم اجنبي، انا بس عايز اتفرج على حدوته، اسمع قصه معينه. في جزئيه تانية من الناس بيتفرجوا على الملخص الفلاني عشان يفتكروا بس الاحداث القديمه. يعني مثلا زي ما قلت لك جون ويك الجزء الرابع نازل، ماشي، طب انا ناسي اللي حصل في ال3 اجزاء اللي فاتوا، عايز افتكر جون ويك وصل لحد فين او القصه بدات ازاي. مش شرط ان انا اجبر نفسي ان انا اشوف 3 افلام عشان اشوف فيلم في السينما. بالظبط، انا ممكن اكون اصلا ورايا شغل طول اليوم، ورايا مذاكره، ورايا ما عنديش الوقت الكافي يعني. طب هل لو انا ما شفتش اصلا ال3 اجزاء، يعني ما شفتهمش خالص كفرجه تانية، لا ما شفتهمش كبدايه، هل ان انا اشوف الملخص هل ده يغنيني عن ان انا اشوف الفيلم؟ لا، المشكله ان يعني تشوف الفيلم بعد كده تشوف الملخص. لا، ما في نفس المبدا ده. يعني دلوقتي انا واحد داخل السينما عايز اخش فيلم بكره، تمام، هل ان انا اشوف ال3 افلام كملخصات يغنيني عن ان انا اشوف 3 افلام كافلام وانا اصلا ما شفتهمش قبل كده ولا مره؟ مش فاهم. يعني بص دلوقتي انا بكره الجزء الرابع من فيلم جون ويك نازل، تمام، انا ما شفتش 3 اجزاء الاولانيين اصلا، ما شفتهمش خالص خالص. في ناس بتعمل كده، في ناس بتبقى عايزه تشوف جون ويك مثلا 4 بس مكسله تشوف 3 اجزاء اللي فاتوا. فاهم قصدي؟ فبيبصوا على ال3 اجزاء الملخصات على اي حد، عند اي حد، ويفتكروا الاحداث ماشيه ازاي. طيب تعالى او يعرفوا الاحداث فيها ايه. طيب تعالى ننتقل على جزئيه تانية. بص انت عارف ان انا
اشتغلت فتره في الملخصات وكنت عامل شغل كويس، وكذا حد كلمني على الفويس اوفر بتاعي ان انا شغلي في الملخصات كويس، بس انا اشهد لك ان ده اكتر حاجه ممله انا عملتها في حياتي. من كتابه سكريبت، اصعب كتابه سكريبت ممكن حد يعملها في الكون، من مونتاج اصعب مونتاج، من كل حاجه. فعايز اسالك بصراحه جدا، هل انت حابب اللي انت بتشتغل فيه؟ هل حابب الشغل ده؟ يعني انت بتستمتع بيه وانت بتعمله؟ بستمتع بيه. ما اقدرش ممكن بص، اي شغل في الاول بيبقى صعب، بيبقى ممل، بيبقى فيه حاجات انا مش فاهمها، فيه عقبات، ده في اي حاجه. فحته كتابه السكريبت من الفيلم هي صعبه، بس هو في ناس بتكتبها غلط. يعني في ناس تتفرج اول ما جمله تتقال يوم كاتبها، فده غلط. المفروض تتفرج مثلا على مشهد كويس وتعرف اللي حصل، بعد كده ترجع تعرف اللي حصل بالظبط. وانا فاهم ان ممكن يكون في مشهد قديم مهم بس انت ما كتبتوش، بس قشطه، انت لازم تكون مركز في الفيلم بالكامل عشان تكتب سكريبت كويس. انا عارف انه بياخد وقت، هو مشكلته في الوقت، لكن مع الوقت ومع الاستمراريه والتعود هتلاقي الموضوع بقى سهل بالنسبه لك، هتلاقي الموضوع بقى ممتع. فممكن كتابه السكريبت رخمه، بس هل انت اصلا هتكتب سكريبت بس في القناه؟ انت في القناه في لقاءات وملخصات انت بتعمل حاجه من ثلاثه، يا اما تعمل الثلاثه بس هيبقى صعب، يا اما بتسجل، يا اما انت بتكتب، يا اما بتمدش. انا كجورج عن نفسي انا اللي بسجل وبكتب مش بمدش، واجي لك في الحته دي بعدين. انا معايا مونتير بيمنتج معايا. حابب اعرف انت بتاخد وقت قد ايه في كتابه السكريبت؟ على حسب هو فيلم ولا مسلسل، وعلى حسب الفيلم ده احداثه كتيره ولا قليله. لو مثلا الفيديو يطلع معايا تلت ساعه مثلا ممكن ياخد 7 ساعات كتابه. صعب قوي، بس ما بحسش بالوقت، انا مستمتع باللي بعمله. انا كنت بحس بكل لحظه. في الاول صعب، انا متاكد ان في الاول هي صعبه جدا جدا جدا، بس في ناس برضو بتعمل كده، وانا احيانا بعمل كده، بتفرج على ملخص عند حد تاني، اتفرج عليه بالكامل فاعرف الدنيا بتقول ايه. بعد كده تشوف فيلم ولا بعد كده اشوف الفيلم؟ لا اشوف الفيلم، لازم اشوف الفيلم. اوكي، مهما حصل لازم اشوف فيلم، اكتبه بطريقتي انا. في بوينتس ممكن عند فلان شايف انها مش مهمه، عندي انا شايف انها مهمه، فبضيف البوينتس دي. انا عايز بقى اسالك سؤال مهم قوي، ايه هي مراحل شغلك في كتابه الملخص؟ يعني انت اول حاجه بتعمل ايه؟ عايز بالتفصيل الممل، عشان بص الناس اللي بيتفرجوا على الفيديو ده اغلبيتهم ناس ليهم علاقه ايه بالملخصات، عايزين يبتدوا القناه او شغالين في الموضوع او كذا. فعايز اعرف ايه المراحل اللي انت بتشتغل فيها على الفيديو، بتعمل ايه في البدايه وهكذا. زي ما قلت لك انا بختار الفيلم، هاجي لك بعد كده ليه اشمعنى بختار الفيلم الفلاني او المسلسل الفلاني. تمام، بحمله بجوده كويسه طبعا، اتفرج مشهد واكتب اللي بيحصل. فبكتب الفيلم، لازم طبعا الدنيا تبقى اكون مركز بقى، فالدنيا هدوء شويه. بعد ما اخلص الفيلم بالكامل بسجله. بعد ما اسجله طبعا ممكن اسجل الكلمه في 5 مرات، الجمله سوري في 5 مرات. لازم تطلع معايا احسن حاجه. كمان انا بتكلم بسرعه شويه، فلازم اركز ان مخارج الحروف واضحه، الكلمات واضحه، او اقولها بطريقه معينه. فممكن الجمله اقراها ولا ما تجيش معايا من اول مره، اعيدها لحد 5 مرات. فاكر ايام سبويلر ميديا في الريفيوهات انت كنت بتقولي انت لو بتسجل نص ساعه بيطلع منها 5 دقايق؟ بالظبط. يعني الموضوع هو الموضوع طبعا اسهل عشان من غير صوره، بس برضو يظل الموضوع صعب. بس عشان ده محتوى مش طالع فيه بوشي، محتوى بس يعتبر بودكاست شويه. اهم حاجه في الفيديو الصوت، كمان مش طالع بوشي، فاهم حاجه الصوت. لازم المايك بتاعي يكون كويس. هو انت ايه رايك في الفكره بتاعت ان انت تنزل الفيديو او الصوت اللي انت عملته كصوت بس على منصات البودكاست سبوتيفاي؟ انا جاي من الحاجات دي، الفكره دي قلت لك من فتره بس ما حسيتش ان حد عملها. ما اعتقدش تنفع. انا لما في برضو الفيديوز اللي انا عملتها صوت بس دي ما جابتش خالص. عارفين كانوا بيخشوا يتفرجوا على مع اني كاتب بالبونت كده العريض صوت فقط. كانوا بيخشوا ثانيتين وقفلوا. اصل سوري، انت مثلا بتلخص فيلم سبايدر مان، طب ليه تتفرج بصوت بس؟ طب ما في فلان غيرك مسجل صوت وصوت. فاهم قصدي؟ فحته بودكاست صوت بس لا، ما انا برضو عايز اسمع حدوته واشوف زي ما قلت لك مشاهد سينمائيه متصوره باحسن جرافيكس، باحسن كواليتي، باحسن ممثلين وهكذا يعني. انا حابب اعرف، هو انت من البدايه خالص كنت شغال مع مونتير ولا بعد فتره جبت مونتير؟ يعني في الاول ابتديت ازاي؟ بص انا رحلتي في بدايه اليوتيوب خالص ماشي سريعا يعني، انا حبيت المونتاج جدا. تمام. انا قررت ان انا اعمل فيديوهات على اليوتيوب، فطبعا لازم اتعلم مونتاج، لازم اجيب مثلا ديكور بتاعه كده. المونتاج اكتر حاجه حبيتها في صناعه الفيديو، اكتر من كتابه السكريبت، اكتر من النقد بتاع الافلام، اكتر من اي حاجه. المونتاج غريب جدا بالنسبه لي على فكره. ليه؟ انا اكتر مرحله بالنسبه لي ما بحبهاش المونتاج، اكتر مرحله بجد. هي تختلف من شخص لاخر. هو يعني انا بحب ان انا اقعد قدام كاميرا واسجل. انا حبيت الموضوع لدرجه ان انا كنت عايز يبقى شغلانتي. انا كنت في كليه، فانا بقى واخد نهج تاني في تفكيري. لما اتعلمت المونتاج بالصدفه، يعني انا عايز اعمل قناه وانا اتعلم مونتاج، كل ده وقت الحظر اصلا، حظر كورونا. فاكر. فانا بتسلى بضيع وقت، فالموضوع بالنسبه لي التجربه كانت مختلفه، احسن تجربه عملتها. اللي انت تعمل قناه في البدايه تجربه في الاول كانت صعبه. هي تبان ان القناه بتاعتي اللي هي بتاعت مراجعات الافلام اللي عملتها في الاول تبان فاشله جدا. 200 فيو 100 فيو، لما اجيب 500 فيو ده بقى انت كده بتهني، خلي بالك. لا يا عم، انت عامل شغل عالي برضه.
ايوه يا صديقي. فهي كانت تجربه مفيده، ان لازم واحد يجرب وهتديني هتاخد اكسبيرينس هتنفعك قدام في حاجه مهما كانت الحاجه دي، انت هتاخد اكسبيرينس وهتنفعك. فالمونتاج نفعني واشتغلت بيه فتره فريلانسنج. انت اشتغلت اصلا فتره فريلانسنج في موضوع المونتاج وكذا؟ المونتاج اللي اكتشفته اصلا في تجربه الريفيوز بتاعت الافلام. كنت عايز ارجع لسؤالك بقى، انت بتقول لي انت منتجت الاول ولا لا؟ انا في اول حلقتي كنت بمنتج، علشان في بدايتي اصلا ما كانتش ملخصات افلام بس. بدايه قناه جورج اشرف دي ما كانتش ملخصات بس. هي نفس القناه اللي انت اشتغلت عليها ريفيوز؟ ريفيوز؟ لا دي قناه ثانيه. فقناه الملخصات دي في البدايه كنت عايزه تبقى ملخص لاي شيء. اوكي. ملخص لترند حصل دلوقتي، ملخص لفيلم، ملخص لجزء جديد نازل من الفيلم ففي اجزاء قديمه فممكن اعمل ريكاب الاجزاء القديمه، ملخص لحاجه في الكوره، ملخص لشخصيه تاريخيه، قصه حياه شخصيه تاريخيه. دي كانت فكرتي. فاكر الفيديو بتاع عامر خان تقريبا او حاجه بالطريقه دي؟ ايه عامر خان؟ جنكيز خان. عملت ملخص لقيت قدامي بس كده ارتكلز كتيره ومعمول عنه افلام ووثائقيات كتيره، فقلت يعني اجرب مع الشخصيه دي في الاول. عملت ملخص لسوق الانتقالات الصيفيه في الموسم بتاع كوره، في الموسم اللي كريستيانو راح فيه مانشستر وميسي راح فيه باريس سان جيرمان. اكتر حلقه تعبتني في كل حلقه عملتها في تاريخ في اليوتيوب. اكتر متعبه جدا. في الاخر جابت 200 تقريبا او 300. فبعدين قررت ان انا لا، الدنيا مش جايبه معايا قوي في الملخصات دي، انا هخليني في ملخصات الافلام. هي فعلا الفكره اللي انت تشتغل في حلقه تبقى حاسس ان هي دي اكتر حاجه هتجيب فيوز بقى وهتنقلك نقله ثانيه وبتاع، في الاخر تجيب لها 100، دي حاجه محبطه بطريقه. حاجه محبطه جدا جدا جدا. نسيت برضه اقول لك على حاجه. في البدايه انا كنت بمنتج علشان الحلقات دي كنت عايزه تطلع بنظره معينه مني انا، عامله جرافيكس معينه وبتاع، وانا حابب المونتاج فكنت حابب ان امنتج. بعدين في واحد صاحبي اشتغل معايا في الملخصات ثم سابني، كان هو راح بقى يشتغل في حته ثانيه. قعدت بقى ادور على النت على حد يشتغل معايا في المونتاج. عايز اقول لك جربت لا يقل عن 60 واحد. 60 واحد؟ 60 واحد يمنتج معايا، يشتغل معايا في المونتاج. يعني انت في 60 فيديو عندك في الشانل في 60 واحد عملهم؟ ما بيكملوش. انا بقول له في الاول ايه، منتج مثلا دقيقتين وابعتهم لي اشوف بس شغلك عامل ازاي. مفيش ضمير ومفيش ذمه عند ال 60 واحد دول. حرفيا الناس بتستسهل بطريقه مش ممكن. فانا جربت ناس كتير. لما بلاقي بقى مثلا واحد يبعت لي دقيقتين يكونوا كويسين، يبعت لي بقى الحلقه كلها في الاخر الاقي زباله. بتكلم عن شخص يوم حاطط لي واحد تاني، واحد حاطط لي واحده ست. مش منطقيه يعني. فلا، في حاجات كتير انا اللي عملتها كمونتاج لحد ما اشتغل معايا واحد اسمه توبه. ده احسن مونتير جربته، واعتقد يعني شوت اوت كبير قوي التوبه اللي انا ما اعرفوش، بس شوت اوت ليه. ادعي يعني انه احسن واحد بيمنتج بيمنتج ملخصات في كل قنوات الملخصات دي. انا محظوظ انه الواد ده جه في سكتي يعني. تعالى ننتقل لحته ثانيه. انت ازاي بتختار فيلمك اللي جاي؟ يعني ايه المراحل اللي انت فيها بتقول لا انا عايز اعمل الفيلم ده هينجح والفيلم ده مش هيجيب اكتر مشاهدات؟ بص، حته ان انا الفيلم ده هيجيب مشاهدات او مش هيجيب مشاهدات تبقى صعبه اتنبأ بيها. صعب التنبؤ بيها لانها قصص مختلفه. ممكن قصه تيجي معاك تيجي مع جرجس ما تجيش مع فلان. عادي. انا بختار ازاي؟ بختار زي ما قلت لك قبل كده، وده كان هدفي من البدايه خالص، ان انا اعمل ريكاب للحاجات اللي هتنزل لها جزء جديد. يعني مثلا ديد بول وولفرين نازل. ماشي. انا دلوقتي شغال على افلام ديد بول وولفرين. ماشي. حلو الكلام. عشان برضو لو في حاجه مش فاكرها، واحد يخش يتفرج حاجه مش فاهمها حصلت في الفيلم، فاخش اتفرج بدل ما يشوف كل الافلام اللي فاتت بالظبط. يعني هو توفير للوقت يعني. كوبرا كاي الموسم السادس نازل، فانا شغال على ده فيلم هندي تقريبا. كوبرا كاي مش عارف. لا، مسلسل نازل على نتفليكس. دي اكتر حاجه بشتغل عليها، اكتر فيلم، اكتر يعني جزئيه بختارها. لو في ريليس نازل جديد اعمل اجزاء قديمه. الجزئيه الثانيه في الاختيار للافلام ممكن برضو فيلم جديد لسه نازل عليه هايب كبيره، الناس عم تتكلم عليه، فبعمل له ريكاب. مثلا جودزيلا فيرسس كونج لسه نازل، بعمل له ريكاب وبنزله. بس بركز انها تكون الصوره اتش دي اكتر يعني. لو حاجه مش عليه هايب كبيره، يعني مثلا وولفرين ديد بول بتنزل منه تصوير سينما، ممكن ده اعمله عشان ده سريع بسرعه. استثناء الناس تبقى عايزه تعرف برضو الدنيا حصل فيها ايه. انا اكتر حلقه جابت معايا فيوز في كل، انا عملت تقريبا 10 فيديوهات في الشانل الثانيه، اكتر حلقه جابت معايا فيوز كانت التصوير خرب، تصوير مقرف يعني، بتاع فيلم توك تو مي. فبرضه ده علشان الريليس جديد. عشان لسه نازل حالا. الريليسز الجديده ده بالك بقى لو فيلم عليه هايب، مثلا حاجه زي اوبنهايمر مثلا، الحاجات اللي كانت جنب دي، الحاجات اللي عليها هايب كبير يستحسن تبقى اسرع واحد. انا بحاول على قد ما اقدر اكون اسرع واحد انزل ريكاب لده. تقول لي اشمعنى؟ اقول لك برضه هي حدوته. انت بتسمع مني حدوته كاني قاعد معاك على القهوه بحكي لك حاجه حصلت معايا. هي دي طبيعه البني ادم من سنين يتلموا مع بعض كده على الارض قدام الحطب ويحكوا لبعض قصص. فهي حكايه القصص دي حاجه في البني ادم بيتوارثها يعني. انت شايف ان لو في حد لسه بادئ دلوقتي حالا في موضوع ملخصات الافلام، هو دلوقتي بكره هيبتدي قناه ملخصات الافلام، هل في امل ان هو ينجح ولا في ناس واكلين السوق بدرجه كبيره؟ بص، هو المحتوى هو كان جديد في 2020 ماشي. دلوقتي في 4 سنين قدم شويه، فصعب صعب شويه حد يخش وينجح بسرعه. انا كنت محظوظ
بص النهارده دخلت في شهر 8 2021 اوف لسه فالمحتوى كان لسه بيقول لسه في ارض كان في خصبه. تقريبا 10 ملخصين حاجه. لا كان في ياما، كان كتير. كان في ياما، دي من اكتر المحتويات اللي اتحلبت في المحتوى المصري. هو محمد طاهر دخل من هنا تلاقيه كله فاهم. يعني دلوقتي في كام واحد مثلا؟ لا كتير صعب، كل شويه بلاقي قناه جديده طالعه 1000. ودي حاجه حلوه. ده ردا على سؤالك، في قنوات كتيره بتطلع تبقى كويس. الفكره ان يبقى عندك ضمير وعندك ذمه وبتشتغل كويس وفي استمراريه. لازم اليوتيوب عموما في اي كان المحتوى يكون في استمراريه، يكون في تعود. انت لما يجي لك تعود خلاص الموضوع هيبقى سهل، هتعمله بدون تفكير، الموضوع بالنسبه لك هيبقى لذيذ. طب ازاي حد يقدر ينجح في الموضوع؟ يعني قول لي خطوات. دلوقتي واحد عايز يبتدي من بكره، ازاي يقدر ينجح في الموضوع باقصى طريقه؟ اهم حاجه يهتم بالصوت. اهم حاجه في اليوتيوب تهتم بالصوت، خصوصا لو انت فويس اوفر. ممكن تجيب حد يسجل وانت تكتب وحد يمنتج. انا عارف لو ممكن تبقى مكلفه وكده، بس ممكن تعمل دورين وتجيب واحد صاحبك يعمل الدور الثالث. ممكن انت تسجل وتكتب وصاحبك يمنتج، او انت تمنتج وتسجل وحد كده وحد يكتب او كذا. وهتبقى حاجه حلوه. هتبقى 2 شركاء اصحاب في قناه، كل واحد يدي افكار للتاني، يدي اقتراحات للتاني، وهيكبروا سوا. هو اسرع من بقيه المحتويات طبعا في اللي هو ينجح، بس عايز اعرف المحتوى اللي شعبيه. بس عايز اعرف وقت قد ايه. يعني اديني وقت. دلوقتي واحد فتح قناه اشتغل باقصى طريقه وعمل كل حاجه وشغال بينزل مثلا فيديوهين في الاسبوع، وقت ينجح فيه. هو انا عارف ان هو على حسب كل قناه، بس انا بتكلم كمتوسط. فيديوهين في الاسبوع برضو قليل، لازم تبقى اكتر. وكله في الاخر توفيق من ربنا، بس لازم تبقى شغال، انت حابب اللي انت بتعمله ومقتنع باللي انت بتعمله. تمام. لازم تبقى حاجه كويسه، مقتنع ان عملت شغل كويس. ماشي. انا ساعات بسجل وابعت للمونتير. تمام. هو بقى يبعت لي الحلقه بالكامل. انا اتفرج على الحلقه، لا الاقي فيه جمل كتيره مش عجباني، الاقي فيه جمل كتيره انا قلتها بسرعه شويه، مخرج الحروف ما كانش واضح، فمبعدها. في حلقه شغال عليها دلوقتي بتاعت اول ما اخذ جزئين في افلام اكس مان، بس عاملهم بالترتيب الاحداث. اكس مان اوريجينز وولفرين الاول، بعد كده اكس مان الجزء الاول، مركز على افلام وولفرين بالتحديد. يعني هو بعت لي حلقه بتاعت وولفرين دي، انا شايف اكتر من 5 دقايق كلام قايله بسرعه ومش عاجبني خالص، رحت مسجله من اول جديد. يا نهار اسود. حد غيري بقى يقول لك لا خلاص يا عم ارفع على طول، كنت مصدق اخلص. بالظبط. لا بس اهم حاجه زي ما بقول لك، الحلقه تطلع، حط نفسك مكان المشاهد. الحلقه دي المشاهد لما تخلص حلقتها في الاخر وقعد تتفرج عليها كانك مشاهد عادي تماما، الحلقه دي هتعجب المشاهد، انت شايف من جواك انها هتعجب المشاهد، خلاص نزلها. مش مقتنع، لا عدل الحته اللي انت مش عاجباك. دلوقتي بقى نروح لاكتر سؤال كل الناس مستنياه، وهو ازاي تقدر ان انت تتخطى الحقوق بتاعه الطبع والنشر؟ دي بقى اصعب حاجه. دي اصعب حاجه طبعا. دي اصعب من كتابه السكريبت اللي هي مش عاجباك. يعني شخص لحد دلوقتي عامل 250 فيديو لحد اللحظه دي، ممكن جدا بكره يجي له كوبي رايت على الفيديو بتاعه. لسه الفيديو الاخير والله. يا نهار اسود. بس طبعا قال له كتير عن البدايه. يعني في البدايه كان الموضوع مختلف، كان كل 10 فيديوهات مثلا بيجي لك على كل كام واحد. بص في الاول كنت محظوظ ان انا كنت بشتغل على حاجات السوبر هيروز، مارفل، دي سي. لا دي سي رخمه. دي سي رخمه. مارفل كانت كويسه على فكره. دلوقتي كمان مارفل ما بقتش افضل حاجه. يعني فاكر الفيديو بتاع دكتور سترينج لما نزلت عليه فيديو، اللي هو الفيديو بتاعك برضه جالي عليه كوبي رايت على طول دلوقتي حاليا في الوقت ده. بس هو ما جاليش كوبي رايت عندي. هي في حاجه برضه غريبه بتحصل، ان انا ممكن انزل فيديو الجزء الاول ما ياخدش كوبي رايت، الثاني ياخد كوبي رايت. حاجه غريبه جدا بتحصل، مش عارف افهمها. بس عموما يعني الحاجات المنصات الكبيره زي نتفليكس، امازون، ابل تي في، الحاجات دي ما بتاخدش منها كوبي رايت ياما. يعني انت لو متمنتج حتى على 5 ثواني مش هتاخد كوبي رايت. 5 ثواني ده اللي انت تاخد 5 ثواني من الفيلم، 5 ثواني من المشهد وتديليت المشهد اللي بعديه، او تشقلب الدنيا، تشقلب المشاهد. المهم ما تحطش مثلا 6 ثواني متتاليه ورا بعض. تمام. ده في المنصات الكبيره زي امازون ونتفليكس. قليل قوي لما تاخد كوبي رايت منهم. مارفل نفس الكلام. الشركات الرخمه بقى زي سوني، زي سوني رخمه جدا. سوني في حالات عندي جايبه فول 2 مليون وجايبه واحده كوبي رايت. هي خدت بعد ما انت ما جابت 2 مليون ولا خدت قبل؟ لا خدت دي 1 من اللحظه الاولى. بس ازاي بتجيب 2 مليون؟ يعني مثلا اول ما فيديو يجيب كوبي رايت انا ببقى عارف ان هو مش هيعدي 200 مشاهده. مالهاش علاقه والله كان ليها علاقه عندي. مالهاش علاقه خالص. غريبه. ستيل اليوتيوب هيكسب منها فلوس. ما انت اليوتيوب بياخد منك تقريبا 55% من ارباح الفيديو وبيديك ال 45% التانيين. انت لو بتاخد كوبي رايت انت ما بتاخدش النسبه بتاعتك. الشركه المنتجه هي اللي بتاخد النسبه بتاعتك. يعني انت كل استفادتك في المشاهدات وفي السبسكرايبرز والريتش. واهم حاجه الريتش برضه. انت ماشي انت ممكن تيجي لك كوبي رايت وما تاخدش منها ارباح، بس اهم حاجه الريتش اللي هو علي قناتك في فيديو جاب لك مشاهدات، فالناس هتخش تشوف الفيديوهات الثانيه. انا اتضايقت بس ما اتضايقتش قوي لان القناه برضه قامت في الفيديوهات اللي واخده كوبي رايت. 2 مليون يعني تجيب لك عدد كويس من السبسكرايبر. يعني اول حاجه ان هو ياخد 5 ثواني او اقل على حسب شركه الانتاج. 5 ثواني لو شركات كبيره زي نتفليكس او ابل او اي حاجه بالطريقه دي. لو شركات رخمه ياخد قد ايه؟ يعني مثلا شركه سنتين، ممكن سنتين وبرضه مش سيف سايد. يعني لو شركه مش معروفه او شركه رخمه معروف عنها ان هي رخمه في المجال. انت ممكن تعمل ورنر بروز برضه رخمه بالمناسبه. انت ممكن تعمل سنتين وتاخد كوبي رايت برضه، فتعمل ايه؟ هتشقلب الفيلم، هتعمل فليب للشاشه وتغير في الالوان. ونصيحتي انا كده انت بتتهرب من حقوق طبعا النشر. ونصيحتي انا يا جماعه لاي حد عايز يعمل ملخصات، ابعد تماما عن اي حاجه ليها علاقه بالسينما المصريه او العربيه. تماما يعني. ما تفكرش. انا ما حكيتلكش اول فيديو عملته في القناه دي كان زي ما قلت لك بقى، انا بعمل ايه؟ ريليس جديد، حاجه نازله جديد.
فبلخصها. فانا في الفتره دي في شهر 9 2021 فبشوف بقى ايه الحاجات اللي نازله جديد عشان اشتغل عليها. لقيت فيلم موسى، فيلم مصري بتاع بيتر ميمي، عالم هو عامله سينمائي في عارف في الهرم الرابع وفي موسى والكلام ده، ولا كاسا دي بابيل. وقلت تمام انا هلخص فيلم الهرم الرابع عشان يبقى في استعداد لموسى. ساعتها بقى كنت طالع من المرحله بتاعت سبايدر ميديا والفشل اللي حصل ده، كنت محبط وقتها، محبط. فانا هشتغل على حلقه وارميها زي ما تيجي تجيب 100 تجيب ما تجيبش مش مشكله، مش فارقه معايا. فنزلت ملخص الهرم الرابع زي ما قلت لك في يومين، جاب 200 فيو. انا مصدوم متفاجئ، قلت بس انا هكمل بقى ملخصات والدنيا ماشيه، وشايف كومنتات وشايف لايكات. وكنت عامله ملخص كوميدي. انا برضو كنت متشتت في الاول، الخص عربي بس ولا اجنبي بس، الخص كوميدي ولا الخص بطريقه دراما عاديه. فقلت اجرب الكوميدي، لخصته بالكوميدي، شايف كومنتات كويسه، ناس بتشجع. عملت بقى كاسا دي بابيل الموسم الخامس، كنت منزله في تقريبا 5 دقائق 4 دقائق ملخص، برضو شايف الدنيا ماشيه، الدنيا جميله وكومنتات، وقلت بس الدنيا زي الفل، الدنيا ورد. بس ما مش ورد للاخر، الحلو ما يكملش. قعدت بقى لازم قلت لك برضو انا كنت عامل القناه دي ملخص لاي حاجه، ملخص سوق انتقاد صيفيه ماشي، ملخص قصه حياه شخصيه تاريخيه ماشي، ملخص لترند ماشي. فده بقى بوظ الريتش عندي، قال الريتش. الناس جايه عايزه ملخصات كوميديه للافلام او ملخصات لحاجه تشوفها بعدين، حاجه ليها علاقه بالافلام عامه. فده بوظ الريتش عندي. قلت خلاص انا افكس، انا خليني في يا نهار اسود، خليني في الافلام. بس الريتش كان هيضيع. يعني الفكره يا جماعه ان كارثه في الموضوع ان قرار واحد ممكن يخليك توقف خالص، والنجاح اللي انت وصلت له ايا كان دلوقتي بص لورا لو كنت خدت القرار ده. الموضوع مرعب. تفكر يعني لو كنت عملت كده، لو كنت عملت القرار التاني بقى لو خلاص انا اوقف خالص. لو انت واصل لحته كويسه خلاص فكك من اي حاجه حصلت زمان. يعني انا دلوقتي واصل الحمد لله توفيق ربنا حته كويسه، فمش بندم على حاجه عملتها زمان. ممكن كل اللي حصل ده كان احسن سيناريو يوصلني اللي انا فيه. مش عايز ارجع بالزمن مثلا واغير احرك كرسي معين علشان الدنيا تختلف. مش هنغير حاجه، مش هغير اي حاجه. انا عايز تمشي زي ما هي، ما دام وصلت للنقطه كويسه وانا راضي بيها الحمد لله خلاص. اي حاجه حصلت زمان وحشه تمام، خبره وحقيقه اللي وصلتك لهنا بالظبط. كنا في الحته بتاعت الهرم الرابع. الهرم الرابع، وهقول الربح زي ما قلت لك، حلقه الهرم الرابع في الهرم الرابع والتاني هقول الربح مثلا في خلال شهر ونص. طبعا في خلال شهر ونص قعدت انزل حلقات كتير، ما فيش اي حاجه بتجيب مشاهدات غير الهرم الرابع ولا كاسا دي بابيل. والهرم الرابع بالذات بوم 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 عمال يجيب، وصل 70,000 وحققت الربح. قلت بقى اخيرا هكسب بقى ابدا اكسب بقى ريفينيو كده. مفيش عداش كام ساعه بعد تحقيق الربح والحلقه خدت كوبي رايت وبلوك. يا دين امي. حلقه الهرم الرابع يعني مش بس هتفضل موجوده وتجيب لي سبسكرايبرز وتجيب لي اودينس، لا ده بلوك، الحلقه مش على اليوتيوب اصلا. يا نهار اسود. الشركه بتاعت الانتاج، شركه انتاج مصريه طبعا. انت من وقتها خلاص خدت قرار، كانهم مستقصدين مختارين الوقت اللي انا حياتي في الربح وابدا اكسب. انا حرفيا كسبت. بس انت تحمد ربنا ان هو جه بعد تحقيق الربح. ايه ماشي، تحمد ربنا ان هو جه بعد تحقيق الربح، ماشي، دي نقطه كويسه. بس بقى انا اتضايقت جدا، احباط مش طبيعي. على الاقل سيبوا الحلقه، مش عايز ارباح، على الاقل سيبوها بتجيب لي ناس، بتجيب لي مشاهدات. طبعا دخلت كلمت، لقيت ايميل كده للشخص اداني كوبي رايت، دخلت كلمته قلت له طب سيب الحلقه موجوده، سيب البلوج، سيب الحلقه، خد سترايك. ومش عايز خد سترايك في الاخر. سيب الحلقه طيب موجوده، مش عايز ارباح، رزقني سترايك. الانتاج المصري يا جماعه مقرف، يعني مش عارف ينفع اقول ده ولا لا، بس الانتاج المصري صعب قوي، صعب قوي قوي، وحرفيا مفيش تفاهم. اللي هو مثلا بتاع افلام كان عمل ريفيو عادي جدا، بيقول رايه واحد من غير ما يستخدم اي مشهد او اي حاجه، بيقول رايه في حاجه، ياخد سترايك او ياخد كوبي رايت او ياخد اي حاجه بالطريقه دي. ايه ده؟ انت عارف في فيلم صح افتكرت. بس ده كمان عشان قال رايه بطريقه سلبيه، ورايه في الاول والاخر يعني تقريبا الشركه المنتجه ما عجبتهاش يعني. وبيلاقوا طرق وسكك ان هم يشيلوا الحلقه بتاعتك حتى لو انت مش جاي مشاهد. مش فاهم ازاي. لا صعب. فالمهم بعدها طبعا خدت سترايك، قمه في الاحباط، بفكر ما اكملش. بس قلت اجرب اكمل، حققت الربح وكنت اعمل شو كويس. قعدت بقى اشتغل ملخصات، اجرب مثلا حاجات مصري ما تجيبش، اجرب افلام اجنبي انا شايفها فكتابتها هتبقى سهله ما تجيبش. طب وبعدين حاجه نازله جديد، اللي نازل جديد قريب بيكي بلايندرز، من بعد كاسا دي بابيل لحد شهرين 3 قدام ما بيجيبش مشاهدات. اعلى حاجه 500 وده رقم 500 مشاهده، مفيش مشاهدات خالص بسبب الهرم الرابع. الانتشار بتاعها خلاص راح. في تشتت في الاول عملته، التشتت ده مش حلو انا فاهم، بس اهم حاجه التجربه، اهم حاجه انك تجرب، ارمي نفسك ودوس، جرب هنا وجرب هنا وجرب هنا، هتلاقي سكه معينه انت بتكمل فيها، مش شرط تكون راسم بلان معينه يعني. ففضلت مكمل، وكنت خلاص ناوي فعلا ان انا ابطل ملخصات لحد ما بيكي بلايندرز سيزون 6 او
او 5 مش فاكر مين اللي كان نازل جديد اخر واحد. كمان بيكي بلايندرز من المسلسلات اللي ليها شعبيه كبيره ولسه مكمله، اقوى مسلسل ليه شعبيه لسه مكمل حرفيا. فقلت انا هلخص الموسم الخامس، جاب مشاهدات تجهيزا للموسم الجديد، جاب مشاهدات هكمل، ما جابش مشاهدات خلاص كده خلاص نقفلها. دي اخر فرصه. جاب مشاهدات بيكي بلايندرز وحصل ما كنتش متوقعه اصلا، جابت تقريبا 70,000. بس خلاص بقى انا كنت اخدت نهك ان انا ما الخص بطريقه كوميديه، لان انا فكرت فيها. كتابه السكريبت الكوميدي مش بيعتمد على خفه الدم، هو بيعتمد انت بتكتب سكريبت حلو ولا لا. انا في الاول ما كنتش بكتب سكريبت حلو، انا ما كنتش لسه متودك في الحته دي في البدايه. دلوقتي الحمد لله احسن يعني. فانا فكرت فيها، طب لما اكتب سكريبت كوميدي ما انا محتاج برضو افيهات كتير، ممكن بعد شهرين 3 الاقي افيهات خلصت، ممكن ما اعرفش ادخل الافيه في وسط الاحداث كويس، ممكن املى الحلقه افيهات. ده نفس اللي حصل مع محمد طاهر اصلا، يعني كان بادي كوميدي وكل الناس عرفته بالكوميدي، بعد كده دخل فيلم في 50 عشان موضوع الكوميدي صعب. بالظبط، هو محتاج سكريبت قوي ومحتاج تبقى دايما افيهاتك حاضره، وتعرف هو السكريبت الشاطر بقى ايه، يدخل الافيه في وسط الاحداث صح، مش بس مجرد افيهات. انا ممكن املى الحلقه كلها افيهات، بس هل هي مكانها صح؟ هل هي طريقتها دي الصح؟ زي حبيبنا، هل هي ايه؟ زي حبيبنا كده. مين حبيبي؟ اللي انا جبت سيرته في اول حلقه مش لا بس هو دي فان بيز كويس. هو كمان الشخص ده بيلعب على الحته صح، بيلعب على الملخصات الهندي اللي هي اصلا ارض خصبه للكوميديا، ارض خصبه انك تطلع افيهات بالهبل. فهو الحته دي كان موفق فيها، هو باين عليه بيحب الافلام الهندي كمان. فالمهم بيكي بلايندرز نزل، ما مشيتش برضو ورد بعد بيكي بلايندرز، جابت مشاهدات، وقعدت الخص بقى كل حلقه من بيكي بلايندرز عشان اشرح اللي بيحصل، علشان احكي القصه في 3 دقايق 5 دقايق وكده كل حلقه. ما مشيتش كويس، بس واحده واحده انا شغال، انا بحاول انزل اسرع واحد. جت دكتور سترينج ان ذا مالتي فيرس اوف مادنس الجزء الثاني، اتمنع من مصر، اتمنع نزول في السينما. فاول ما نزل تصوير سينما انا جريت اول واحد عملته. دي بقى برضو ودتني في حته ثانيه، نقلتني في حته ثانيه. في حاجات كده عملتها في مدار القناه دي، افاتار مثلا، افاتار لاست ايربندر ده نقلني، حلقه ديس نوت نقلتني. بعد بيكي بلايندرز الدنيا ما مشيتش قوي برضو، وبرضو كنت مشتت. طب هل اعمل شورتس عن يعني تفهم كل شورت كده ما بين كل حاجه وحاجه، بتكلم عن حاجه معينه لها علاقه بالافلام، لحد ما برضو الدنيا برضو ما كانتش ماشيه كويس. بيكي بلايندرز جاب مشاهدات، بس الفكره ان انت بيجي لك مشاهدات، هم بيحبوا الحاجه اللي شافوها، مش بيحبوك كشخص، لان انت مش بتقول رايك، مش بتطلع باسلوبك بشكلك. لا بس برضه انت اسلوبك مختلف، والفويس اوفر بتاعك مختلف، وطريقتك في المونتاج مختلفه. يعني انا مختلف معاك شويه في الحته دي، اللي هو لا هم مش بيحبوا اي حد بيلخص افلام، هم بيحبوا هم بيحبوا طريقه جورج. في ناس كده، في ناس بس مش ياما، يعني مش معنى جبت مليون فخلاص اقل حاجه عندك هتجيب مليون او تجيب 800 مثلا. لا انت دي جابت مليون ممكن بعدها ما تجيبش. فضلت اكمل في الملخصات لحد برضه ذا بويز، مسلسل ذا بويز قبل سيزون 3 ما كان نازل. كان سيزون بتاع سولجر بوي اوكي وبرضه اول 2 سيزونز عملتهم. الدنيا انا اتنقلت في حته ثانيه من ذا بويز. من اكتر الحاجات اللي بحبها، معظم الحاجات اللي بقولها دي برايفت، يعني مش شرط تلاقوها دلوقتي على القناه، عملتهم برايفت. ليه؟ عشان رجعت ابص عليهم مش عاجبني طريقه اللقاء، المايك وقتها ما كانش احسن حاجه. ذا بويز مثلا رجعت عملته من اول وجديد عشان تحضيرا للموسم الجديد. بس خدت السكريبت من القديم؟ لا كتبته من اول وجديد. يا نهار اسود كتبته من اول وجديد عشان زي ما قلت لك انا السكريبت بيتحسن معايا مع الوقت. كتبت السكريبت دلوقتي مش زي زمان. بتاع زمان انا مختصر قوي، ما مش معنى ملخص فيلم ان انا اختصر واوصل لك احداث. في احداث مهمه لازم تتقال. الحدوته كده هحكي لك حدوته في 10 دقايق. انا مستغرب ان مثلا انت ممكن تعمل ملخص لفيلم ساعتين في ساعه ونص او في ساعه لا مفيش ساعه ونص، ده ممكن يبقى اجزاء، ممكن مثلا خماسيه افلام رامبو فطلعت ساعه. فواحد يخش يقول لي طب ليه ما ازود نص ساعه واتفرج على الفيلم كله؟ اقرا التايتل كويس، ملخص خماسيه افلام 5 افلام في ساعه. فاهم قصدي؟ لكن اطول فيلم عملت له ريكاب فيلم كان ممكن نص ساعه، واصلا كان فيلم هندي 2.5 ساعات او 3 ساعات الا. فانا لخصته في نص ساعه، فتعتبر ايه اقل من الفيلم اكيد يعني. في مدار بقى رحلتي في قناه الملخصات جربت ناس ياما تكتب لي سكريبتات، برضو مش جايه معايا، مش عارف اسجل حاجه مش انا اللي كاتبها خالص. كده انا لها فويس قناتي بقى. انا انت ما جربتش انت تقرا مره السكريبت او تشوف مثلا ملخص للفكره او الفيلم اللي انت هتعمله وبعد كده تقرا؟ لا ما السكريبت ده هيوفر عليك كتير يعني. السكريبت دايما بلاقي فيه اخطاء املائيه. دايما لما حد يجي يشتغل معايا بيكتب لي سكريبت لازم الاقي اخطاء املائيه، لازم الاقي احداث مش فاهم. انا تهت ما بقرا لاول مره في حاجه كده مش راكبه على بعض، الاحداث تحس في حاجه ناقصه. فدايما بلاقي ده عدم ضمير، عدم ذمه يعني. جربت كتير، زي ما جربت 60 واحد بيمنتج، جربت برضو وجبت ناس من قنوات كبيره اشتغلوا معايا كانوا شاطرين. بس انا مش جاي معايا اقرا حاجه مش انا اللي كاتبها، مش عارف حتى لو سكريبت كويس. الموضوع صعب. فقررت لا انا خلاص انا اللي هكتب، هتبقى بطريقتي انا باسلوبي انا، هتبقى ثابته مصطلحاتي انا. فثبت على دي وانا اللي بسجل مع قناتي بقى، انا حر يعني. والحاجه الثالثه بقى اللي انا المفروض اخلع منها، طبعا انت هتقول لي انت كنت بتحب المونتاج وقررت بقى ده كاريرك وفريلانسنج، فاشمعنى رميت المونتاج خليت حد تاني يمنتجه؟ عشان كده انا كده هسجل بالظبط، عشان الوقت انا كده هسجل وكده انا اللي هكتب سكريبت. فالحاجه الثالثه اللي ناقصه ايه؟ انت لازم تضحي بيها. لازم اضحي بيها المونتاج.
مونتاج. وزي ما قلت لك توبا يعني اللي شغال معايا جبار يعني شغال كويس شوت اوت تاني لتوبا يعني. بالظبط. فبالظبط هي دي البروسيس بتاعت الملخصات. انا عايز اعرف ايه المعدات الاساسيه ان لازم اي حد ناوي ان هو يلخص افلام تبقى عنده؟ بص انا بدات المايك رخيص جدا، مايك عادي كده كان يقول ان هو عادي بويا ام 1 تقريبا هو بسلك ده هو مش احسن حاجه بس كبدايه كويس. كبدايه تمام. بعد كده جبت مايك اسمه يوفوريا، تمام، مايك كوندنسر هو الكبير يعني في كرتونه كده. ده لسه معاك لحد دلوقتي ولا لسه مع حد اللي بس بشتغل بيه دلوقتي؟ ده مايك كوندنسر يعني كبير وجايب معاه بوب فلتر دايره كده بتبقى اللي هي بتعزل بتصفي الهواء اللي بيطلع زي اللي عندنا عادي وعند بالظبط. اليوفوريا دي فيها مايك وفيها سماعه وفيها ساوند كارد، لو اللاب اللي معاك او الجهاز اللي معاك ساوند كارد فيه مش كويسه فده بتظبط الدنيا. ممكن تبقى غاليه بس هو فكر فيها، هو استثمار برضه، فكر فيها. انت لو فتحت مشروع ايا كان هتصرف كام في المشروع ده؟ اقل حاجه دلوقتي في الوقت ده على حسب طبعا، على حسب بس رقم تدفع رقم ده هتدفع كام؟ يعتبر زيرو راس مال، زيرو حرفيا راس مال. لما تدفع فيه رقم كويس قليل وتعمله بذمه، تعمله بضمير، تشتغل كويس وتعرف ايه اللي الناس عايزاه وتفضل مراقب الدنيا، ايه اللي بيجيب مشاهدات، طب اشمعنى ده، طب تحسن، طب خلي فيه استمراريه وخلي فيه تعود وهكذا. لا ده انسب مشروع، ده انسب حاجه. طيب انا عايز اسالك، انت قبل الفويس اوفر في حاجات بتحضر لها او بتعملها قبل ما تعمل فويس اوفر وقبل ما تكتب سكريبت هكذا؟ بس خلينا دلوقتي في فويس اوفر وبعد كده نروح على السكريبت. لا ما فيش. اهم حاجه الدنيا تبقى هاديه، قاعد في مكان انا مرتاح فيه. اهم حاجه الحاجه اللي حواليك، انت قاعد على السرير، قاعد على المكتب، المهم تكون البيئه اللي حواليك انت مرتاح فيها، ما تبقاش جاي على نفسك وترازي نفسك يعني. زي ما قلت لك السكريبت ساعات بتفرج على، لو انا فيلم مش شايفه ساعات بتفرج على ملخص عند اي حد، اعرف بس الدنيا بتقول ايه، اتفرج عليه بالكامل يعني واعرف الدنيا بتقول ايه، وبرده اشوفه حكى ازاي. ما انا ممكن اقتبس منه بعض المصطلحات، بعض الكلمات. ممكن فيلم انا شايفه مثلا يعني كاتش مي فيو كان اي حاجه ماشي، اشوفه حكى ازاي، المشهد الفلاني حكى ازاي، نظرته نظرته. فساعات بتفرج علشان كده. قول لي على اهم 5 عوامل انت لو اتقنتهم في ملخصات هتنجح 100%. مفيش يعني 5 حاجات دول انت عملتهم انت نجحت. هسيب لك برضه وقتك تفكر عشان الموضوع مش هيجي بصراحه. زي ما قلت لك استمراريه، ادابتيشن، تعود يعني. قول لي حاجه مختصه قوي بالملخصات. الثامبنيل والتايتل اهم حاجه. يعني غير الصوت، ده لما افتح الفيديو اهم حاجه الصوت. الثامبنيل والتايتل، الثامبنيل هي الصوره المصغره اللي تبقى من بره، الثامبنيل دي اهم حاجه. لازم تختار حاجه، لازم تكابشر لقطه من الفيلم، تجيب حاجه تبقى بوم، حاجه مش طبيعيه، حاجه انت ممكن تبقى عامل شغل جبار في الحلقه بس الثامبنيل اللي تحت بره مش جذابه، التايتل مش جذاب برضه، عشان في ناس بتعمل كده حاجه اسمها كليك بيت. كليك بيت ده لو كتب لك حاجه في التايتل مش موجوده في الفيلم، دي في ناس بتستعملها. لو هتستعملها استعملها مره كل فين وفين، ساعات بتجيب على الاقل يعني. عايز تلم ريتش والدنيا عندك نايمه شويه فماشي اعملها مره، لكن ما تبقاش كل مره اكتب حاجه في التايتل واجي اتفرج لحاجه ثانيه خالص، الناس مش تثق فيه. بالظبط. فتيجي بقى تقول يا مش بجيب مشاهدات ليه؟ طب انت مش عامل شغل كويس، انت بتحاول تضحك على الناس. طيب عندي سؤال ليك، هل الكوبي رايت والانذارات بتاثر على الفيديو او على القناه؟ معلش في حاجه برضو اخيره، زي ما قلت لك برضو وانت بتفويس اوفر حاول المخارج كلمات تبقى واضحه، اسلوبك كويس مختلف، يبقى لونك ما تحاولش تقلد حد، هو لونك لايق على طبقه صوتك عالي بقى، صوتك واطي، المهم يكون لايق على طبقه صوتك وطريقتك وبس تكون يعني الكلام واضح مش اكتر يعني. طيب هل الكوبي رايت بيأثر على القناه؟ لا ما بيأثرش. هل الانذار بيأثر على القناه؟ سترايك لا، وبيتشال بعد 4 شهور 3 شهور. السترايك مش بيأثر على القناه؟ مفيش اي حاجه بتأثر. انت اصلا لو قناه جديده عامل قناه جديده وبتنزل فيديوهات، اليوتيوب اصلا هيدعمك في الاول، بعد كده هيقل واحده، مش هيقل بس هو بيبقى شايف، وفي النص ممكن يقل، بيبقى شايف خلاص ان انت عملت فيديوهات كتيره، لميت اودينس بقى، ما لميتش اودينس، ففي قنوات جديده بتطلع برضو، فهي اللي محتاجه ريكومنديشن. هي كذا بتمشي الخوارزميات كده. لكن لو الحلقه بتاعتك طويله تاخد ريكومنديشن برضو، لان ده بيميز اليوتيوب. اللي بيميز اليوتيوب هو الحلقات الطويله، عكس فيسبوك، عكس تيك توك كده. زي الحلقه دي كده، زي الحلقه دي البودكاست بتنزل فين؟ على اليوتيوب عشان حلقه طويله، فالحلقه الطويله بتاخد ريكومنديشن. مش معنى كده ان انا ارغي في الفيلم، لا، ما علينا يطلع كام بس احكي كويس. فاهم. طيب انت عايز اعرف جدا، انت جالك كام كوبي رايت وكام سترايك في الشانل بتاعتك؟ السترايك الوحيده بتاعت العالم الرابع، تمام، ما كانش غيرها. ما جالكش غيرها. الكوبي رايت لا، ياما انا مع الوقت بتعلم ازاي اتخطى. تقدر تقول لي عدد معين سترايكس مثلا جايلك؟ كتير ممكن كوبي رايت في ممكن 50 مثلا حلقه بس، في حاجات بعدل عليها وبنزلها تاني. ما انا ممكن ارفع الحلقه اخليها برايفت، جاي لي كوبي رايت فهو معدل عليها، عامل بقى فليب مغير الالوان وبعد كده وارفعها تاني. في حلقات زي ما قلت لك جايبه فوق 2 مليون زي جوست رايدر دي، برضو في كنت قديمه الحلقه دي من ثانوي، طريقه مونتاج ساعتها مش زي دلوقتي. المونتاج للحلقه دي انا بقى بقول له بقى تمنتج ازاي، الحاجات اللي قلتها له مش زي الحاجات اللي اتعلمتها دلوقتي، حته تغيير الالوان والحته دي ما كنتش عارفها ساعتها، فاخد الكوبي رايت. لو في وقتنا الحالي ما اظنش هتاخد كوبي رايت، واحيانا ما اعرفش ليه، احيانا ممكن انا اخد كوبي رايت انت ما تاخدش، حتى لو انا وانت ماشيين بثانيتين.
فهو بتبقى على كيف كيف اليوتيوب وكيف مش شركه يوتيوب، الانتاج. شركه الانتاج مش اليوتيوب مش هو اللي بيدي كوبي رايت، هو سيستم. شخص جاي من شركه مارفل شايف ان ده مش جاي معايا فخلاص. طيب جورج، انا عندي سؤال مهم قوي. هو ال1000 مشاهده فيها كام فلوس؟ كام ارباح؟ بص، هي تختلف من محتوى للتاني ومن دوله للتانيه، وحسب الفرق ده عنده كام سنه وميل ولا فيميل، تمام، وحاجات كتيره جدا. وحتى كمان بتفرق في السيزون. انت في رمضان غير بره رمضان، في العيد غير بره العيد. ليه؟ لان في المواسم اللي زي رمضان في العيد بيبقى فيه اعلانات كتير على اليوتيوب. الاعلان اللي هو بيظهر من بره قبل الفيديو نفسه، اوكي، مثلا امازون الحاجات دي، ماشي. هي دي الاعلانات اللي بناخد عن طريقها فلوس. حلو جدا. لما تكون شركه كبيره زي امازون فتمام، في فلوس في فلوس احسن. بس مش انا اللي بختار ايه الاعلان اللي يتحط في الفيديو بتاعي ولا شركات. ايه؟ اليوتيوب ولا شركات؟ الاثنين. الشركات بتختار المحتوى اللي عايزه تخش فيه ومش عايزه تخش فيه، واليوتيوب برضه بيظبطها معاهم يعني. طيب، بس انت بتاخد الفلوس اللي جايه لك في الاخر من غير يعني تعقيد ومن غير لعبك. مثلا اقول لك، اديك مثال بعد كده اقول لك الملخصات كام. مثلا محتوى الطبخ في رمضان ماشي، بيوصل $2 لكل 1000 مشاهده. $2 عشان رمضان ترند اكتر، بيبقى اكل وبتاع. الشركات بتاعت الاكل بتبقى كتير. المحتوى ده بيبقى كويس في رمضان، بيبقى $2 لكل 1000 مشاهده، وده عالي جدا. وكمان حاجه تانية، الفيديو كام دقيقه؟ ماشي. الفيديو الاطول بياخد اعلانات اكتر من 8 دقايق واقل من 8 دقايق وهكذا. بص، اقل من 8 دقايق بيبقى اعلان واحد، ماشي، او اعلانين في بدايه الفيديو. تمام. لكن مفيش اعلانات في نص الفيديو، ماشي خالص. لكن الفيديو طويل تشيل اعلانات اكتر. الفيديو 10 دقايق غير الفيديو 20 دقيقه. اليوتيوب بيحط الاعلانات، وممكن انت تضيف اعلانات اكتر. بس زي ما قلت لك ما ينفعش تختار مثلا امازون يبقى عندي فاقول لك اجاوب على سؤالك، متوسط في الملخصات 30 سنت لكل 1000 مشاهده. ده قليل قوي. قليل فعلا، بس قصادها بتجيب مشاهدات عاليه. بالظبط. قصادها محتوى ملخصات بيجيب مشاهدات عاليه اكتر بكتير، تقريبا اكتر من اي محتوى تاني غير الاغاني والجيمنج. ممكن حتى الاغاني، والله يعني الاغاني انت لازم تبقى اسم معروف عشان تجيب فيوز. بالظبط. والاغاني كمان 5 دقايق 4 دقايق اقل من 8 دقايق. دي بوينت، دي نقطه. انا شفت اغنيه اطول قليل قوي قوي يعني. فماشي، هي بتبقى دايما سلاح ذو حدين. يعني مثلا محتوى الاغاني مشاهدات رهيبه، لكن فيديو 5 دقايق، فيديو قصير. محتوى ملخصات مشاهدات كتير، بس فيديو. هتستفاد في رمضان، هتستفاد في الاعياد، هتلاقي الدنيا اعلى. هل انت بتعتمد على مشاهدات الفيديو الجديد اللي لسه نازل، ولا الفيديوز القديمه برضو بتجيب لك فيوز زي الفيديو الجديد؟ بص، انا بعتمد على اللي يكون طبعا، بس الحاجات النسبه الاكبر حاجات القديمه، الحاجات اللي ممكن اعدي عليها 3 اشهر. برضو من مميزات المحتوى بتاع الملخصات، انت ممكن تنزل فيديو يعدي عليه اسبوع، انت مش جايب غير 100 فيو، مره واحده كده تلاقي الفيديو بوم فجر اتجنن بقى 10000 في خلال 3 ايام. اوكي، دي ميزه. دي ميزه جامده. يعني انا مثلا في فيديو من الفيديوهات اللي عندي ملخص مسلسل مون نايت. المسلسل ده الحلقه دي دلوقتي جايبه 1,300,000، لكن بعد شهر هي كانت جايبه 10,000. يا نهار اسود. الصفحه نزلت عدى شهر عليها جايبه 10,000 حلقه، عاديه جدا. في ناس كتير قوي بتيأس بطريقه كبيره بعد مثلا اول شهر ليهم في اليوتيوب، مش بيبقوا جايبين مشاهدات. برضو الموضوع ده مش في ملخصات بس، ده في اي محتوى، في مراجعات، في اي حاجه. الفيديوهات اللي عندي اعلى فيديوهات جايبه مثلا 4000 و5000. الفيديوز دي بعد اول اسبوع كانت جايبه 20 فيو مثلا، عشان لسه القناه بادئه وهكذا. بعد كده بتزيد واحده واحده لحد ما تنط مره واحده. ممكن بالزبط. بعد 4 شهور تلاقيها نطه كبيره قوي وجابت 10,000 و20,000 وهكذا. فانت كمل، وانت ما تعرفش انه فيديو هو اللي هيلقط، وانه فيديو هو اللي هيجيب معاك، وهو اللي هيشارك، وهو اللي هيعمل الحاجات دي يعني. بص، برضو هي الفكره في العمل الدؤوب تبقى مآمن بنفسك، مآمن باللي انت بتعمله. زي ما قلت لك برضو، اللي انت بتعمله ده يكون عاجبك، انت تتفرج عليه كانك مشاهد عادي جدا. حط نفسك مكان المشاهد. هل ده عاجبك؟ هل الفيديو اللي انت عملته ده راضي عنه؟ خلاص نزله. مش حاسه احسن حاجه، ماشي. انت لازم تجرب برضو، لازم تبقى بتدوس في الموضوع، بس حاول على قد ما تقدر تعمل احسن حاجه، وتكون مقتنع باللي انت بتعمله ومآمن بنفسك. هل انت من الناس اللي بتحب ان هي تتفرج على نفسها؟ يعني انا عن نفسي مستحيل اتفرج على فيديو ليا غير في مونتاج وبالعافيه لحد ما اقدر اجيب مونتير. لازم طبعا. بص، انا اصلا بتفرج على نفسي كده لان انا شغال معايا واحد مونتير، فهو بيبعت لي، فانت بتشوف الشغل بتاعه. انا بشوف الشغل بتاعه، وبشوف برضو انا غلطت فين. انا في جمل ممكن اكون قلتها بطريقه وحشه، قلتها سريعا، في ما توفقتش، في حروف مش باينه فبعيدها تاني. السياسه مش بتعمل كده، فحاسس ان هي مدارس، علشان ده فويس اوفر. الاهم هو الصوت. انا مش طالع بوش، انا ممكن بدل ما اتكلم اعبر عن حاجه بايديا اساسا. طب انت في الريفيوز الاول كنت بتشوف نفسك؟ يعني كنت بتحب ان انت تتفرج على نفسك؟ ما انا في الريفيوز برضو كنت بمنتج لنفسي، فكنت بضطر اشوف نفسي، وبرضو لازم اشوف نفسي عشان اعرف فين العيوب بتاعتي. ما انا مش عارف لما اشوف نفسي دلوقتي غير ما اشوف نفسي بعد اسبوع، فهو طبيعي لازم تكون بتشوف نفسك، يعني تعرف انت وقعت فين غلطاتك، فين حتت انت ما توفقتش فيها كده يعني. طيب، هل الفيلم اللي انت بتعمله ملخص لو مش حلو، هل هتعمله ملخص ولا مش هتبقى مقتنع بيه فخلاص؟ بنسبه كبيره لا، مش هعمله. يعني مثلا على سبيل المثال فيلم باربي كان من سنه، فيلم تافه شفته، وحش قوي. شفت اول جزء فيه بس ما قدرتش اكمل المهزله يعني اللي هو ايه ده، فوقفته. اوكي، انا استهيفته. يعني هو فيلم ترندي جدا وبتاع، وكل بيتكلم عنه،
بس انا مستهيف، انا مش جاي معايا اتفرج على حاجه زي دي ولا اسجل حاجه زي دي اساسا، نفس الموضوع. ولسه هكتب بقى سكريبت وبتاع. حتى لو اجيب مشاهدات مش على جاي فكره، حتى بجيب لو مشاهدات كتير. ما أنا لازم برضه اكون مقتنع باللي انا بعمله. فبرضه انا كنت مستهيف. مثلا برضه من فتره في فيلم اسمه وودي ويت اللي هو بتاع بكار خشب ده، كانوا عاملينه فيلم لايف اكشن بس الجزء الثاني. انا شفت الجزء الاول، الفيلم لطيف، فيلم حلو، اكيد برضه تافه سيكا لان فيلم بكار خشب بس هو لايف اكشن يعني واقعي. بس كان حلو الجزء الاول. ماشي، كان لايف اكشن برضه الاولاني. الجزء الاول الاثنين لايف اكشن. اوكي. الجزء الثاني بقى نزل من كام شهر على نتفليكس، تافه جدا من اول ربع ساعه. انا شايف عبط ولا قصه ولا شايف عبط، مع انه جاب الجزء الاول جاب عندي مشاهدات، جاب عندي 100,000. فالجزء الثاني لو عملته فيلم لسه نازل جديد انا كلمتك في حته ممكن اقل سنه بسيطه بس برضه يعني ممكن اكتر كمان. وانا كمان بحب اعمل في الاخر تجميعات. يعني انا دي حلقتين اعمل ثلاثيه او ثنائيه في حلقه واحده انزلها بعدين. فده مش بس هعمل حلقه لفيلم لسه نازل جديد، بس مش بياخد معاك محتوى معين استخدامه ولا انت تعمل تلزق حلقتين وتحط. لا، ما دام حلقاتي انا خلاص. اوكي. لو حلقات شخص تاني ممكن ياخد معاك محتوى معين استخدام. وكوبي رايت يعني انت اصلا بتحب تعمل الموضوع ده في العادي ان انت تلزق اكتر من حلقه في بعض وبتعملها كتير؟ بعملها كسلاسل، ثلاثيه دارك نايت، خماسيه رامبو. حتى لو مسلسلات برضو بعملها ما دام بتجيب مشاهدات. وكمان انا برضو قلت لك ان اليوتيوب بيحب الفيديوهات الطويله، ماشي، بيدعمها اكتر، فانا هستفاد. فما عملهاش ليه. وفي ناس اصلا يعني مش باجي على الناس برضو، في ناس بتحب اصلا تتفرج على السلسله بالكامل بدل ما تشوف كل حلقه سولو. فانا برضو طرفين بنزل كل حلقه لوحدها وهكذا بتعمل وبجس برضو نبض الناس، هل الفيلم ده حبوه ولا ما حبوش خلاص مش هكمله، او لو مش مقتنع بيه مش هكمله. انزل كل واحد سولو وبعد كده انزل التجميع. طيب انا عايز اعرف ايه الحاجه اللي انت بتستهدف وجودها في السبنيل بتاعتك وفي صور المصورة، يعني الحاجه اللي انت لازم تحطها في كل سبنيل او على قد ما تقدر بتراعي الموضوع ده. تبقى صوره بتشد، اهم حاجه السبنيل. بتشد ازاي؟ هتبقى كابت، تبقى مختلفه، ممكن دمويه. لا الدمويه بتبقى ممكن رقم اليوتيوب ممكن يشوف ده حاجه مش مناسب للمعلنين، مش مناسب للاعلانات. فده بيبقى خطر، بيديك حاجه اسمها يلو دولار اد ليميتد، يعني اعلانات محدوده. فده بيبقاش حلو. حصلت معايا في مسلسل اسمه جين في، وكانت حلوه، كانت جايبه مشاهدات، بس لقيت انا بختار كابتشر من الفيلم، باخد سكرين شوت كده. بصراحه لو لقيت سبنيل عند حد عاليه وجايبه فيزا عاليه ساعات باخدها. انا بكلمك بامانه يعني. وبيحصل نفس الكلام معايا لما اكون باخد كابتشر من الفيلم وهي حلوه وجابت مشاهدات، في ناس بتاخدها وعادي، انا مش بمانع. اوكي. اصل هي مش حكره لحد، دي لقطه من الفيلم ماشي، هي عجبتني وانا اللي اخترتها، بس عادي. في ناس بتتضايق من الموضوع، يعني في ناس ممكن اصلا انت بتلخص فيلم مش بتاعك بالظبط. انت معكش حقوقه. ففي البيس يعني طب وايه الحاجه اللي بتستهدفها في العنوان او في التايتل اللي انت تكتبها؟ انا في البدايه خالص، في بدايه المحتوى الملخصات ده، انا كنت مش عارف اكتب تايتل خالص، كنت محتار. وكل واحد بيكتب تايتل بطريقه، يعني مثلا واحد يكتب كلمتين، مثلا ملخص لايرون مان، فيكتب مثلا اي ام ايرون مان او انا ايرون مان، جملته مشهوره من فيلم افنجرز. بيجيب جمله مشهوره يحطها في التايتل الملخص. دي اكتر حاجه بتجيب. ده كان زمان بيحصل لما انا بدات في 2021. اوكي. مثلا واحد بيلخص فيلم ذا ماسك بتاع جيم كاري، فيكتب برضه جمله، مش يكتب سموكينج بالطريقه دي كده وعامل ايموجيز وبتاع، وواحد تاني يكتب جمله كبيره. فانا كنت محتار لحد ما قعدت اجرب، لحد ما دي اللي جت معايا، الطريقه دي جت معايا، ودي الطريقه اصلا الصح واللي كله ماشي بيها، اللي هي تشرح الفيلم بحاجه تشد. اللي هو مش عارف طبعا ما تبقاش كده زي ما انت قلت من شويه ان انت ممكن تستخدم الموضوع ده بس في اضيق الحدود وفي الاول ما تستخدمهاش كتير عشان المشاهد يبقى واثق فيك وواثق في المحتوى بتاعك. قصدك على الكليك بيد؟ مش هي كليك بيد لو اكتب حاجه ما تكونش موجوده جوه فيديو، يعني مش بالظبط، يعني بحور سيكا ماشي كويس. انت عايز محمد طاهر بيعملها كتير قوي على فكره، يعني انا باخد بالي من اوقات كتير قوي محمد طاهر بيعمل الموضوع ده. مش عارف، ما اعرفش اصلا هو اللي بيختار التايتل وبيختار الافلام ولا لا. هو اكيد لا، هو اكيد مع في 50 واحد شغال معاه، هو اكيد مع تيم قوي. يعني انت ممكن تعملها مره مثلا كل فين وفين، مره كل 5 شهور مثلا، هتجيب لك مشاهدات بس ما تعملش عن الفاضي والمليان، بتفقد المصداقيه اللي عندك، فهي تبقى مره كل فين وفين احسن. طيب جورج، هل تجربتك والحلقه دي مهمه لكل الناس اللي بيفكروا ان هم يبتدوا في اليوتيوب، ولا شايف ان مش كل الناس تقدر تستفاد منها؟ بص، التجربه مش شرط تفيدك قوي. انا ممكن احكي لك تجارب كتيره وتسمع تجارب من ناس كتيره جدا، بس اللي هيفيدك اكتر هو التجربه اللي انت هتاخدها بنفسك. ما انا ممكن احكي لك التجربه بتاعتي واقول لك انا عملت كذا وحصل كذا وبتاع، بس مش هتقدر تعرف انا كنت حاسس بايه وقتها. مش هتقدر تعرف انا كنت خايف من ايه وانا بعمل التجربه دي. اكيد. هل كنت قلقان من ايه؟ هل في مثلا موقف شبه حصل معايا زمان فانا قلقان يحصل معايا تاني، قلقان يتكرر، فالمشاعر مش هتوصل لك. فتجربتك انت هي الاهم. هي دي مجرد ستيبس او خبره تنقلها للناس، بس في نفس الوقت مش هتبقى بنسبه 100% يعني. بالظبط. اهم الحاجات. بس اصلا اللي حصل معايا مش هيحصل معاك، او اللي حصل معايا ونجحني مش شرط يحصل معاك ونجحك. انا بحكي لك اللي حصل معايا يمكن تستفاد. كل واحد ليه ظروفه خاصه.
بالظبط. زي ما حكيت لك من شويه، انا لولا تجربه رجعت بتاعت الافلام زمان ما كنتش عرفت ايه المونتاج. انا لما جربت عرفت المونتاج وفتح لي سكه وحبيته. ما كنتش اعرف ايه المونتاج ولا اعرف ان انا بحب، بس اكتشفت لما جربت وبقيت بشتغل بيه، وجت بعدين بقى فكره الملخصات والحكايه دي. فهي تجربتك هي الاهم، فاهم حاجه لازم انت تجرب وايدك تكون في الموضوع. الناس اللي انت شايف ان هم خايفين يفشلوا او دايما بيكلموا بيقول لك عايزين نبدا وهكذا وفي الاخر مش بيبداوا او خايفين ان هم من الفشل او كده، تحب تقول لهم ايه؟ هو الخوف ده شيء طبيعي عند كل الناس، كله خايف يفشل في الاول، بس هتعرف منين انت هتنجح ولا لا؟ انت لازم تجرب وتدي الموضوع حقه 100%. تجرب وتستمر، مش تجرب وتستمر. يعني في مثلا حاجه كريستيانو كان بيقولها، بيقول انا مش بحب انزل الجيم كل يوم، ومحدش بيحب ينزل الجيم كل يوم. طبيعي. بس انت عايز توصل لحاجه لازم تعمل حاجه انت بتكرهها عشان توصل لحاجه انت بتحبها. لازم تيجي على نفسك وتروح الجيم كل يوم. يقول لي مش هتلاقي نتيجه. هو الجيم اصلا عايز استمراريه، كل حاجه في الدنيا استمراريه. الجيم مش معمول عشان انت تحبه اصلا، الجيم معمول عشان انت تيجي على نفسك وتضغط نفسك وتنزل وتتمرن وتكمل لحد ما في الاخر تقدر انت توصل. هو في احيان كتيره تصحى من النوم انت مالكش مزاج تعمل حاجه، مش قادر، مالكش مزاج، بس لازم تعمل. يعني انت مش مع الشغف، عادي اعمل حاجه اللي انت بتحبها مفيش مشكله، بس اكيد في ايام كتير هتعدي عليك انت مش حابب تعملها. انت مش حابب تصحى من النوم النهارده، لا انت عايز تكمل نوم، انت عايز تبدا تسكرول في الفيسبوك خلاص. كل واحد تيجي عليه الفتره دي، يعني اوقات مش جايه معاه وظروف مثلا او حاجات صعبه مش قادر انت تصور او مش قادر مفكش مزاج، وقتها لازم تجبر نفسك وتحاول. انا خلاص ده موعد التصوير اللي انا بحطه لنفسي، انا هصور في الوقت ده، انا هعمل في الوقت ده، ما انتش في الوقت ده، وفي الاخر كله بتوفيق ربنا. هي من هنا، هي منتاليتي من هنا. لما ربنا عليك بتحاول وبتتعب هتوصل في الاخر. بالظبط. جورج، طيب عايز اسالك على حاجه مهمه. دلوقتي في ناس بتاخد المحتوى او السكريبت او المونتاج بتاع قنوات تانية وبتغير الفويس اوفر، بتحط الفويس اوفر بتاعها وبتركبه على نفس الفيديو بالظبط. ده ملوش اي لازمه. بص ليه؟ اليوتيوب بيحلل كل ثانيه في الفيديو بتاعك. تمام. هو هيعرف ان انت واخد الفيديو من قناه تانية، حتى لو انت شايل الصوت، القطات والحاجات دي كلها هيعرف. ليه؟ لان اليوتيوب بيحط اكواد كده في الفيديوهات بتاعته. لما حد يسرق فيديو ويحطه في قناته ويغير الفويس اوفر هيبان. اوكي. ومش هتاخد ريكومنديشن. يعني حتى لو انا ظهر لي ان قناه فلان الفلاني سرقت منك الفيديو، هو بيسالني عايز تديله كوبي رايت ولا تسيبه؟ انا بسيب كله. مش برازي حد. بس اليوتيوب فاهم ان ده محتوى معاد استخدامه فمش هديله ريكومنديشن. هتصدف معاك في مره وتجيب 10,000 مثلا مشاهده، مش هتكرر تاني. فحته انك تستسهل وتاخد المونتاج بتاع قناه تانية، لا مش حاجات مالهاش لازمه. وكمان في حته السكريبت طبعا يستحسن ان انت تبقى كاتب السكريبت. اوكي. عايز ياخد السكريبت من قناه تانية، طب ممكن الناس تاخد بالها انك واخد سكريبت من قناه تانية، مش هيجيلك مشتركين. مش هتبقى حلوه. وممكن اليوتيوب يحلل ده وما برضه ما يرشحش. ما اعتقدش اليوتيوب هياخد باله. بس انت في اوقات كتيره بتبقى لازم تبقى ليك الاولويه وتنزل الملخص اول واحد، او على الاقل يعني من اسرع الناس. زي ما قلت لك في الحاجات اللي عملت معايا بوم، كبرت القناه ونقلتني نقله تانية، ملخص مسلسل افاتار لاست اير باندا اللي انت عملته بعدها على طول. انا تاني قناه نزلت الملخص ده. اوكي. وظبط معايا الدنيا جدا. فلما كنت هستنى قناتين ينزلوا مثلا ملخص وهو انا لسه اخد منهم السكريبت ولسه هسجل ولسه همنتج، هيكون هم خلاص خدوا كل المشاهدات. مش هتجيب 2000 بالكتير. فانا لازم انا اللي اكتب، يكون ليا اولويه وحاجات معينه اكتبها انا. طيب انا دلوقتي في الفتره الاخيره بلاحظ ان المحتوى اللي ليه علاقه بالافلام الهندي والافلام الكوري والحاجات دي اكتر تقريبا من الافلام المصري والافلام الاجنبي. هي ليها شعبيه، هي قصص مختلفه كمان. يعني وبتجيب فلوس كتير قوي انت متعود على القصص الامريكانيه الهوليودي. في قصص تانية بقى بافكار تانية تماما في الكوري في الهندي مش هتلاقي حد عاملها كتير، لسه ما اتحلبتش كمان. لسه فيها ماده خام كويسه للمحتوى. في حاجه كمان في الهندي، في ممثل اسمه تايجر شروف. تايجر شروف ده اي ملخص لتايجر شروف بيجيب مشاهدات. ما اعرفش ليه، خدت بالي من ده. يعني في ممثل اتحط كتير قوي في السبنيل، حطه في السبنيل انت خلاص انت هتجيب مشاهدات بنسبه كبيره. تايجر شروف ده اصلا عامل 11 فيلم، هيعمل اي حاجه يجيب مشاهدات. انا عامل ليه 5 تقريبا. اوكي. اعلى حلقه عندي في القناه ملخص لفيلم تايجر شروف اصلا. ايه ده؟ فيلم اسمه بيج. ده غريب قوي. عايز اقول لك تايجر شروف ده محلوب لدرجه ان الناس بتحط صورته على اي حلقه على اي فيديو واصلا مش طالع فيه. بقول لك تايجر شروف عامل 11 فيلم. ده الكليك بيت اللي احنا اتكلمنا عنه بالظبط. ده مش حلو الشرط. يعني مثلا انت حطيتها مره عشان تجذب الناس، تايجر شروف الفيديو فهخش اتفرج، ماشي مره بس مش كل مره. ده في قنوات كل الفيديوهات عندها حاطين في السبنيل لتايجر شروف. اخش على الفيديو مفيش تايجر شروف، هو اصلا عامل 11 فيلم. انت كل ده تايجر شروف ازاي؟ طيب انا دلوقتي عارف ان انت اكتر مسلسل بتحبه ومسلسلك المفضل هو جيم اوف ثرونز. ليه عمرك ما عملت ملخص لجيم اوف ثرونز او الهاوس اوف ذا دراجون خالص؟ يعني انا في بدايتي في القناه بالفعل كنت بلخص حلقات لجيم اوف ثرونز. اوكي. مسلسلي المفضل وانا حافظ العالم ده تماما، عارف كل تفاصيل. عارف انت بتعشقه يعني. انا عارف كل التفاصيل اللي فيه. اوكي. فانا كنت بفكر ان انا الخص حلقه من جيم اوف ثرونز واحكي بقى كل حاجه فيها. جيم اوف ثرونز مليان تفاصيل، مليان شخصيات. دي مش حاجه حلوه، دي مش محتاجه ترخيص. الحدوته اللي مليانه شخصيات دي صعبه، دي توها. انت تخيل مثلا كده بحكي لك حكايه وكل شويه بديك اسم جديد، شخص ظهر في القصه معانا، مش هتعرف تركز. انت هتوه ومش هتركز. جيم اوف ثرونز هو مسلسل اكثر
شعبيه في العالم، لكن مش ماتيريال احسن ترخيص. مسلسل بالنسبه لي في العالم عامه، في لكن التاريخ. مش ماتيريال ترخيص خالص. طيب سؤال كمان يا جورج، ليه محتوى الملخصات مش بيجي عليه سبونسرز كتير سبونسرز كتير خالص؟ قليل عشان- قوي لما شفت حد عامل دعايه للشركه. عشان بمنتهى البساطه انا ممكن انزل ملخص وياخد بلوك كوبي رايت، اوكي. واكون متفق مع الشركه الفلانيه احنا هنتكلم على المنتج ده في الحلقه، والحلقه تاخد كوبي رايت وبلوك. اوكي. كده شغل بيبوظ مع الشركه المنتجه، تبقى كارثه. فهم بيتجنبوا شويه ملخصات علشان عارفين الكوبي رايت هنا الدنيا مش احسن. بس ده بيتم تعويضه في المشاهدات. المشاهدات هو محتوى مليان محتوى فيه شعبيه حلوه. هو اكتر محتوى بيبقى فيه مشاهدات وحاجات زي الاغاني زي الجيمز. انا شايف ان ده اكتر بكتير. ده معدي الاغاني والجيمز. ما انا شايف ان هو معدي الجيمز، يعني شايف ان هو والاغاني برضو. اصل بص، الاغاني مش اي حد بيجيب من مشاهدات، لكن ده لا يعني نسبه كبيره بيجيب. لكن الاغاني انت لازم تبقى معروفه قوي، لازم تبقى تامر حسني، لازم تبقى عمرو دياب، لازم تبقى مهرجانات. فمش يعني حاسس بكده. احكي لي في الاول خالص قبل الملخصات عن سبايدر ميديا، وعن قبل كمان سبايدر ميديا، ايه اللي خلاك في الاول عايز تبتدي في موضوع بص انا من ملخصات ولا ريفيوز؟ ريفيوز. بص انا من صغري نفسي ابقى يوتيوبر بدون سبب. انا عايز ابقى يوتيوبر. نفس الموضوع. هي حاجه كده، ما عنديش بقى الموهبه، ما عنديش حاجه عايز اقولها، بس انا عايز ابقى يوتيوبر خلاص. فكنت بجرب من وانا صغير ارفع فيلم على اليوتيوب، ارفع اهداف ماتش معين. طبعا كل ده بيتشال عشان كوبي رايت يعني. بس انا من صغري عايز اجرب الحوار ده. جت بقى كورونا 2020، قلت اجرب اعمل فيديوهات. طب فيديوهات عن ايه؟ انا ليه انا بحب الكوره، بحب الافلام، الجيم، بروح جيم. انت هتختار حاجه انت ليك فيها، حاجه انت بتعملها في يومك، حاجه انت شغف عندك كصناعه محتوى. ما ينفعش تجرب حاجه تعرف تتكلم فيها. بالظبط. ما ينفعش مثلا ما يكونش ليك في العربيات فتروح تعمل فيديوهات عن العربيات. لا، اختار حاجه انت ليك فيها، حاجه عندك شويه معلومات عنها، ومع الوقت هتتثقف وهتنمي نفسك يعني. فقررت خلاص انا هعمل عن الافلام، اكتر حاجه ممكن اكون بتكلم فيها يعني. عملت في الاول قناه اسمها جورج ويك، في رخيص على جورج ويك يعني، واحد صاحبي اقترح عليا فعملت القناه دي. لذيذه والله. الاسم اصلا اول ما قلته لي في الاول خالص الاسم، لا يعني علم معايا جورج ويك حلو. فعملت قناه عن الريفيوز اللي هي جورج ويك دي. في الاول برضو كنت مشتت، طب اعمل ايه؟ اعمل ريفيوز، اعمل توب ليست، اعمل ترشيحات، اعمل مش عارف. فعملت في الاول اول حلقتين افضل 5 افلام لجيسون ستيسم وليوناردو دي كابريو، ما جابوش. بس انا كنت شايف ان هم كانوا جابوا بعدين خدت مره واحده على حلقه جيسون دي، خدت ريكومنديشن رهيب كده، جابت 13 بس ده بعد سنين. وكنت بطلت يعني، فكنت بطلع فويس اوفر برضه مش بوش. ما جابتش مشاهدات، قلت طب اجرب الريفيوز واطلع بوش. عملت ديكور بسيط كده. طبعا الحلقات دي كلها برايفت، الحلقات دي كلها اترمت في الزباله. انا معايا حاجات فيها بقى عارضه في فضايح يعني. قعدت اعمل بقى فيديوهات ما بتجيبش مشاهدات خالص، بس مكمل. زهقان وقت كورونا بقى، وواحد زهقان، ودينا بجرب. بس وانا بجرب اكتر بروسيس عجباني في المحتوى هي المونتاج. انا كل ما اخلص حلقه واعملها بابليك اخش على اليوتيوب اتعلم مونتاج، اطور نفسي في الجرافيكس، مع انها مش ضروريه. مش شرط اخلي اسم الممثل يطلع بطريقه انيميشن ويخرج بطريقه انيميشن وجرافيكس وكده وكده وكده، مش شرط. بس انا حابب ده، فدي احسن حاجه خدتها في التجربه دي يعني. هو ده اللي اتعلمته فيها. فكرت ان انا اخلي كاريري في المونتاج واشتغل فريلانسنج، اشتغل في شركه. اللاب معايا ما كانش مساعد. فكر انا بتعلم وبطبق حاجات، لكن ما اعرفش افتح بروجكت كامل واشتغل عليه. فاكر مره قلت لي انا بعمل ريندر للفيديو بياخد مني يوم كامل. دي حقيقه الحلقه كانت طويله فقعدت مني يوم. كلته ب 2000 جنيه تقريبا وقتها. كان عذاب. كنت متعذب في الموضوع ده. لا وكمان عشان موبايلي ايفون، فكنت بصور مثلا الفيديو ساعه مثلا يطلع منه 10 دقايق في الاخر عشان ابعته لللابتوب فيها ساعتين. فاكر الكلام ده كله. كانت معاناه لذيذه. فالمهم فضلت اعمل فيديوهات لحد ما جاء قناه اسمها سبايدر ميديا، كلموني قالوا لي فيديوهاتك حلوه، تعالى اعمل عندنا فيديوهات. وقناه عندنا كبيره شويه وهكذا. 30000 طب انتوا مفعلين الربح؟ كانوا مشتركين جايبين 36000 سبسكرايبر ومش مفعلين الربح. ما اعرفش ازاي. كانوا شاريين سبسكرايبر وقتها، حاجه كده. في حاجه غلط عاملينها. فطبعا دخلنا سبايدر ميديا انا وانت، عملنا فيديوهات. الدنيا كانت احسن شويه عشان القناه دي كانت مربوطه ببيج على فيسبوك اسمها سبايدر حاجه اسمها ريفيوز. كانت سبايدر ريفيوز. فالدنيا كانت بتقوم شويه. بس انا برضه حاسس ان انا مش مبسوط. انا بعمل ماشي ريفيوز، بعمل حلقات عن الافلام، مش حتتي. انا عندي كلام يتقال بس مش كتير. مش عارفه لسه، مش عارف اخد على الكاميرا، بتكلم بسرعه ولسه مش عارف اظبط طريقه كلامي، الاضاءه مش عارف اظبطها، مش عارف ايه، في عقبات كتيره ومش مرتاح. مع ان في فيديو جاب عندي 10000، بس 10000 دي اعلى حاجه. كان مراجعه مسلسل نصر الاغراب، دي اعلى حاجه 10000. طب الحاجه العاديه هتجيب كام؟ ما مش كل حلقاتي هتبقى على الترندات. وصلت في الاخر ليقين انها مش هتجي. ماشي انا بحب الافلام، بحب الريفيوز، بس انا تقريبا دخلت جربت محتوى الريفيوز عشان انا بحب محمود مهدي وماهر مسلم. انا تقريبا عملت كده علشان بحبهم. لكن حته ريفيوز وحته ان انا اقعد قدام الكاميرا ورايا على الافلام، ممكن دلوقتي انا اتحسنت في الحته دي. كمان مش دارس. ناوي ان انت ترجع؟ ممكن، بس احتمال ضعيف.
خفيف. توصف الرحله بتاعتك في اليوتيوب بايه؟ صبر، لازم اكون صبور. تقريبا قناه الملخصات ما اتحسنتش غير بعد سنه. بدات تقول بعد سنه بقيت واقف على ارض صلبه، عارف انا بعمل ايه سنه. فهي عايزه صبر، استمراريه زي ما قلت كتير، تفضل تحسن من نفسك، بس ممكن الخصها في كلمه صبر. تمام. قول لي على 5 يوتيوبرز انت بتتابعهم دلوقتي، او اكتر 5 يوتيوبرز انت بتحبهم عامه بصفه عامه. في ملخصات ولا عموما؟ لا عموما. عموما بحب محمد عدنان بتاع الكوره. مش بحبه أوي. انا اكتر يوتيوبر بحبه، بالنسبه لي ده انجح يوتيوبر عربي يعني. هو انجح يوتيوبر بس طبعا انجح حد. بالنسبه لي الراجل ده مش طبيعي، بروفيشنال بطريقه لا توصف. ده حقيقي في المونتاج، مش طبيعي في المونتاج. اخيرا مش هو بيمنتج اكيد. أنا قصدي بس الراجل ده جامد جامد، طريقته حلوه، طريقته لذيذ، مش بتمل ابدا من حلقاته، سواء في حلقه كوره او تحدي المعلومات ومخارج الحروف. واضحه، حته مخارج الحروف دي اتعلمتها منه. كان دايما او مش دايما، كان في مره طلع قال كده: انا بركز ان انا بتكلم بسرعه، لكن مخارج الحروف واضحه، بتكلم بلغه توصل لكل الناس، كل الناس تفهمها. فالحته دي اللي خدتها منه، حته ان انا اركز على الكلام يبقى واضح ومخارج واضحه. محمد عدنان هو بالنسبه لي الافضل عموما يعني كيوتيوبر، هو رقم واحد. اوكي. في بقى الدحيح برضه بحبه، محمود مهدي. بالنسبه لي محمود مهدي توب. انا عارف انت بتاع شاي، انت عامل دور 8 كده. محمود مهدي، ماهر موصلي. في الاجانب قناه اسمها نيويورك ستار، تتكلم برضه على الافلام. صباحه بقى في كوره، مروان سري، الناس دول يعني، محمد نصر الله كده. اوكي. قول لي الافلام بالنسبه لك عباره عن ايه؟ انا مثلا الافلام بالنسبه لي عباره عن حاجه بهرب ليها وقت مثلا لما يبقى في مشكله او اي حاجه بالطريقه دي. بحب جدا اتفرج على فيلم ينقلني من الواقع بتاعي لواقع تاني اتسحل فيه، فاهم قصدي؟ ده الافلام بالنسبه لي، او بتمثل هي بالنسبه لي انترتينمنت في المقام الاول يعني، بتسلى. اسقاطات عن الواقع. بحب اشوف الافلام دي. مين اكتر ممثل بتحبه، عربي واجنبي؟ عربي دلوقتي ولا في التاريخ؟ في التاريخ. في التاريخ عادل امام طبعا. ودلوقتي كريم عبد العزيز. طيب واجنبي في التاريخ ودلوقتي برضه؟ دلوقتي ديكابريو اكتر ممثل بحبه. ماشي. بيغير جلده جامد يعني. واحسن ممثل، ممكن احسن ممثل في التاريخ كمان. لا مش للدرجه. لا يعني بالنسبه لي انت عارف مين؟ اعتقد الباتشينو طبعا. في التاريخ الباتشينو ودينيرو. ماشي. مين اكتر فيلم بتحبه مصري واجنبي؟ مصري كيف. بعشق فيلم كيف. ما شفتش الكيف اصلا. قوم شوف دلوقتي، وقف يا عم. هنقفل البودكاست دلوقتي. شوف وارجع. ازاي ما شفتوش؟ ما مصري مش نقطه قوتي خالص. عموما الثلاثيه بتاعت كيف وجري الوحوش والعار، الثلاثيه دي للتاريخ. نفس المخرج بنفس المؤلف وتقريبا نفس الكاست. ثلاثيه جبار. طيب اجنبي ذا جاد فاصل طبعا بارت 1. انا بالنسبه لي حاجه مختلفه شويه. هو اختيار غريب يعني، بس هو ملوش علاقه بالباتشينو. جرين مايل. طبعا 10 من 10 مفيش كلام. بعشق الفيلم ده جدا. رشح لي دلوقتي 3 افلام عربي و3 افلام اجنبي اتفرج عليه. انا واحد دلوقتي عايز منك ترشيحات افلام. بص يا سيدي، 3 افلام اجنبي. اول فيلم هو مش امريكي، هو هندي. ماشي. بس مش الهندي الاستعراضي، وفي استعراض رقص ومشاهد اوفر وبتاع، بس هو الفيلم كقصه كتمثيل في زيه كمشاعر. فيلم اسمه كول مي جايا، من اعلى حالات عندي جايبه مشاهدات. بس الفيلم ده وفيلم الطفوله. تقدر تقول لي ممثل ايه؟ هيرسي كروشان. كنت فاكر تقول لي عامر خان مثلا. انا عامر خان ده بعشقه، افلامه حلوه. عامر خان ده بالنسبه لي احسن ممثل هندي جه في التاريخ. بس مشكله الافلام الهندي الاستعراض والرقص والواقعيه بس هم حتتهم هم مميزين فيها. في حد هندي سمعته قبل كده بيقول ان هم بيعملوا ده ليه؟ هم عارفين ان ده مش واقعي، وكده اي حد عارف ان ده مش واقعي، بس هي السينما حاجه استعراضيه او حاجه فانتازيا في الاخر، فليه ما يستفيدوش منها لاقصى حد؟ فاهم قصدي؟ قول لي بقيه الخمس افلام، فيلمين اجنبي كل ميجايا مشاعري فيه بتتحرك بطريقه رهيبه، وده ده اصلا ثلاثيه. كل ميجايا مع كده كريش 1 كريش 3، هم مسمينهم كده كريش 1 كريش 3، وكل ميجايا على اساس انه ثلاثه كويسين. جربنا الثالث مش قوي، بس اول 2 دول جامدين. الفيلم الثاني الاجنبي فيه ميستيك ريفر، من الافلام الفيفوريت عندي جدا، بالنسبه لي 10 من 10 واندر ريتد شويه. الفيلم الثالث الاجنبي، الفيلم الثالث ده اي بي مان، فيلم تحت الرادار جدا، فيلم في كل حاجه حرفيا، او مع 4 افلام. اول فيلمين جامدين جدا جدا، ثاني فيلمين وحشين على الاخر ما تشافوش. يعني اول فيلمين من اي بي مان اوكي. اول فيلم ده رهيب في كل حاجه، في فيلم لازم يستحق المشاهده. طيب وقول لي على 3 مصري. 3 افلام مصري. الكيف. ماشي. الكيف انت ما شفتوش. ارض الخوف برضو اندر ريتد جدا، بتاع احمد زكي. تمام. الفيلم الثالث فيلم اسمه مواطن مصري، بتاع عمر الشريف وخالد النبوي. عمر الشريف في الوقت ده كان كل شغله بره، كان كل شغله افلام اجنبي. فلما كان بينزل مصر يعمل فيلم، ده فيلم انت هتتفرج على حاجه جباره، مش كانش بيمثل اي حاجه مصريه، واصلا تاريخه المصري يعني ممكن يتعداش 10 افلام. فيلم المواطن المصري ده ملحمه. مسلسلين بقى اخر مسلسلين اجنبي. ذا هانتنج
في الهاوس ماشي. بالنسبه لي 10 من 10. المسلسل التاني تويستد ميتل، فيلم مسلسل جديد لسه نازل من سنه تقريبا، انت مسلسل ما سمعتش عنه برضه؟ مسلسل اكشن كده، حرب عربيات وبتاع، اتاخد من لعبه اسمها تويستد ميتل. مسلسل لا ممتع لذيذ. اكيد يعني. اكيد. دي كانت اول حلقه من حلقات بودكاست سينمائي. حابب جدا اشكر صديقي واخويا جورج اشرف. زي ما قلت لكم اللينك بتاع الشانل بتاعته على هتبقى في الديسكريبشن. خشوا واعملوا سبسكرايب وشوفوا الحاجات خرافيه حرفيا، تحفه فنيه يعني. شكرا بجد يا جورج، نورتني فوق ما انت متخيل. انا اتبسطت جدا بالحلقه، ان شاء الله يكون الناس اتبسطوا، ده الهدف يعني، ان احنا نونس الناس طبعا، نبسطهم، وانا اتبسطت جدا معاك، ان شاء الله نكررها تاني يعني. محاور جيد جدا. حبيبي صح، شرفت بيك. حبيبي. بس واشوفكم بقى في حلقات كتير جايه، وسلام.